سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. نعلن نحن القيادة العسكرية في الجنوب السوري عن تشكيل غرفة عمليات ذي قار لقتال ميليشيا إيران وحزب الله والفصائل الطائفية والأجنبية المحتلة وكل من يدعمها أو سمح لها بتدنيس أرضنا الطاهرة، إذ نقول لهم: يبدو أن البيانات التي أصدرناها أن ترحلوا عن بلادنا لم تصل آذانكم ولم تستوعبها عقولكم، لذا قررنا إخراجكم من وطننا بالقوة التي لا تفهمون غيرها، وهذا حق مشروع لنا في كل القوانين الدولية، وعليه ندعو أهلنا المدنيين قريبين من المواقع الميليشيات الإيرانية وكافة السكنات العسكرية بالابتعاد عنها مؤقتا للحفاظ على أرواحهم، ونطالب من يعمل معهم من السوريين بالانشقاق عنهم فورا والالتزام ببيوتهم. كما نبشر أهلنا النازحين قسرا من الجنوب بالعودة القريبة إلى ديارهم بإذن الله، وندعو جميع الضباط الأحرار من مختلف الاختصاصات إلى المشاركة معنا في غرفة عمليات ذي قار العسكرية والالتحاق بصفوف المقاتلين الثوار والعمل معهم يدا بيد لإسقاط النظام المجرم وتحرير سوريا من رجس المحتلين وحلفائه. كما نحيي الثوار الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم النصر في الشمال السوري. عاش شعبنا العظيم، وعاشت سوريا حرة أبية. العميد أركان حرب عمار الواوي، قائد غرفة العمليات العسكرية ذي قار في الجنوب السوري.